بالكثيرة الكثيرة، أعرف الأحداث عنكم، أحفظ الأشياء عنكم، وكلها عبر. ومن صانع هذه العبر يا ترى؟ يحليلك 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 يا ولدي، من صانعها؟ صانعها الإنسان، سجلها الأجداد والآباء باسمي. سجلها الأجداد والآباء باسمك؟ نعم يا ولدي، سجلها الأجداد والآباء باسمي. وهل تعرف شيئا عن صلاح الدين الأيوبي البطل؟ طبعا، ومن لا يعرف شيئا عن صلاح الدين؟ أحفظ كل شيء عن هذا البطل وعن الأبطال والناس الأول، فلتقرؤوني في الكتب. أنا العبر، أنا أبو العبر. عرفتك. يا حليلك يا حليلك، عرفتيني؟ فمن أنا ومن أكون؟ إنك التاريخ. أنا هو صفق لها. بارك الله فيك. أنا التاريخ يا أطفال، واسمي هنا أبو الرواد، أنا المعلم الكبير. أنت الكبير، أنت الكبير، أنا الكبير. أشكركم كلكم. يكتبني الإنسان وقوة البيان، لأنني لا أعرف الكتاب. نحن الذين نكتب وأنت الذي تقرأ. اكتب لنا الأشياء واكتب لنا الأحلام واكتب لنا الأحلام. ما شاء الله عليكم، رب يزيدكم ولا يشمت عدو فيكم. بارك الله فيكم. الأحداث يا أبنائي أبطالها الأجداد، الأحداث يا أولادي أبطالها الآباء، الأحداث أبطالها أنتم. بسم الله على قلبي، خرعتموني. طبعا يا أبنائي الأحداث أبطالها أنتم. أجل، لنترك الحديث قليلا ونتجه إلى حدث أهم. الآن يا أطفال أعرفكم على بيت جميل، ها هو أمامكم. انظروا، تطمشوا، شوفوا، بحلقوا عيونكم. في هذا البيت الذي أمامكم توجد إشرة صغيرة وقصة مفيدة، وتوجد في هذا البيت أشياء كثيرة عديدة. إذن يوجد في هذا البيت كل شيء؟ طبعا يا بنيتي، طبعا توجد في هذا البيت أشياء وأشياء، ولكن ويا حسرتي على ولكن، لا يوجد شيء مهم جدا جدا جدا. لهذه الدرجة هذا الشيء مهم جدا جدا؟ طبعا يا بنيتي، وبدون هذا الشيء المهم جدا جدا لا قيمة للأشياء التي نملكها أو التي نراها، لأن هذا الشيء يا بنيتي مهم لكل بيت، ومهم للأوطان، ومهم للعالم أجمع، ومهم لكل زمان ومكان. فما هو فما قلت لك أكثر من مرة لازم نهتم بالولد. أنت اللي عقدت الولد. أنت ما تشوف لنفسك وبس. أنا ما أشوف لنفسي، ولا أشوف نفسي عليك، شو نفسي عليك؟ الولد يا حنان يبي اهتمام منك، لكن أنت مو متفرغ ودائما تاخذ كلامه وتقول صفحات. والله العظيم أنا مهتم أكثر منك. أوف مني. ما تعرف لو تصاحب الكلام اللي ولا داعي. المهم كل الوقت اللي تنك. هدي نفسك وخلي الحق عليك مرة واحدة. لا تنسلوني ولا تخلصني. هذه اليوم يدروا هواش. احنا الاثنين لازم نهتم بالولد علشان تصير
قلت لك الفيديو. في مسلسل جديد. الفيديو. ابى اتابع المسلسل اليومي. ابي اشوف الفيديو. التلفزيون. زين جميل. زين عقدت الولد زين. أنت السبب في تعاسة هذا الولد. أخطاؤك هي السبب. أنا السبب؟ شجارنا التافه يا سيدتي. تريد أن تقول ليس له هدف. وما الهدف؟ إننا مختلفان. لنختلف لنتفق. المهم أن تحترم الرأي، أليس كذلك؟ وأنت عليك احترام الرأي أيضا. عجيب، واحدة بواحدة ها؟ أجل، مثلما الاختلاف بيننا، إذا يجب أن يكون الاتفاق كذلك بيننا. إذا عليك أن تحترم اختلافي معه. أنا مختلف معك، وكيف أحترم ذلك؟ هذا هو السبب، هذه هي المشكلة. كما قلت لك، قصة الفيلم التي شاهدناها عادية ولا تنطبق علينا. هل ستعود مرة أخرى إلى قصة الفيلم؟ إنها لا تنطبق علينا، وعادية أيضا. بل غير عادية وتنطبق عليك. نعم. عفوا، تنطبق علينا. لا لا لا، قولي إنها تنطبق علي فقط. قلت عفوا تنطبق علينا. لا أستطيع أن أتحملك. وأنا كذلك يا سيدتي. تبا لك. أكرم. لماذا تحول هذا البيت إلى أصوات حروب ودمار؟ لماذا؟ ماذا بك؟ لما لا ترد؟ ما بك أجل. ماذا تريد؟ تريد حلاوة لا أريد ألعابا. ماذا تريد؟ أريد الجواب. الجواب؟ في أي سؤال يا بني؟ في أي سؤال؟ شيء مهم. إنه ضد الشجار، ضد الحروب والدمار، فما هو؟ وهل هذا هو السؤال؟ نعم، نعم هذا هو السؤال. هل لديك أنت الجواب؟ ولم لا تجيبين أنت على هذا السؤال؟ تبا لك من امرأة. هذا الكلام. هذا الكلام جدك. قلت لك هذا الولد. في العالم حروب ودمار، وفي هذا البيت التعيس كذلك شجار ودمار. عندي سؤال، أين الجواب؟ أين أجد الجواب؟ أين؟ عندي الجواب. من أنت؟ من أنت؟ أنا المعلم الكبير. الكتاب يتكلم؟ لا يا ولدي، الكتاب لا يتكلم، بل التاريخ يتكلم. التاريخ يتكلم؟ هذا هو التاريخ؟ نعم يا ولدي، أنا التاريخ، واسمي أبو الرواد. أنت المعلم الكبير. نعم يا بني، أنا المعلم الكبير. إذا علمني، عندي سؤال. وما هو سؤالك يا ولدي؟ شيء مهم، إنه ضد الشجار، ضد الحروب والدمار، فما هو؟ أتريد الجواب لهذا السؤال؟ أريد أن أنهي الحروب والدمار. كلام، مجرد كلام، لا فائدة من الكلام. هذا تقصد يا بروان؟ قصدي يا ولدي ستعرفه فيما بعد، أما الآن هيا هيا وانطلق إلى بساتين الحياة، ستعرف هناك كل شيء. ولكن ماذا يا ولدي؟ كيف أترك أبي وأمي يتشاجران؟ حاول بارك الله فيك، حاول أن توقف الشجار. حاولت مرارا، لا فائدة. لا فائدة من ماذا؟ مع من تتكلم؟ أتكلم مع التاريخ يا أمي. ماذا؟ أتكلم مع التاريخ. التاريخ؟ تقصد كنت تمثل مشهدا من كتاب التاريخ؟ لا، التاريخ كان هنا. التاريخ كان هنا؟ هنا ببيتنا؟ نعم، وتحدثت معه. وتحدثت معه؟ لا تندهشي يا أمه. لا، لست مندهشة، بس شوية. واسمه أبو الرواء. اسمه أبو الرواء بعد؟ أين أنت؟ اليوم أين أنت؟ أي ما بك
فيكم خير أسماجر؟ أبي هل تعرف شيئا عن أبي رواه؟ ومن هو أبو الرواة هذا؟ إنه التاريخ. أوه، وهل غير التاريخ اسمه؟ أنت كذلك لا تصدقني يا أبي. إنني أصدق كل ما تقوله يا بني، إذا لم تصدقه أمك. ما هذا المزح الثقيل؟ لأنني ثقيل. أبي لم تجبني على سؤالي، هل تعرف شيئا عن أبي رواه؟ وهل هذا هو السؤال؟ وهل لديك أنت الجواب؟ أترك الإجابة لك يا سيدتي يا عبقرية. تبا لك هكذا يا إمام تصرخ وتضحك. أنت تكلمني كما ترى يا ولدي، لا فائدة من الكلام. ارفع رأسك عاليا وكن قويا شجاعا وواجه الأحداث. وماذا أفعل؟ ماذا تريدني أن أفعل يا أبا الرواه؟ ماذا أفعل؟ هيا هيا يا ولدي، هيا بنا، هيا وانطلق إلى بساتين الحياة، إلى بساتين العمل. سترى هناك كل شيء. أنت المحق، أنت المحق يا أبا الرواه. بيت كهذا لا يطاق. أبي وأمي هل تسمعان؟ هل تسمحان؟ سأغيب قليلا عنكما لأجد الجواب. فإلى هناك يا أبا الرواه. بارك الله فيك، لابد من الاستئذان. بارك الله فيك، ما دمت معي يسمحان يسمحان. هيا ورائي، انطلق.
الحذر. شيرة طاحت. اصبر حذر. بين قدميك أنا شجر. يا شجر، أحلى شجر، يا نظيري في الصغر، سافل أنت لماذا؟ هل دنا منك خطر؟ تربتي جفت. أعطني ماء أعطيك الثمر. هاك فاشرب من يدي واعطني أحلى ثمر. هاك ألواني جميلة وتمتع بالنظر. هاك عطري وانتظر أحلى ثمر. أنت شيء رائع، عطرت قلبي يا شجر. يا فرحتي يا فرحتي، للناس أعطي ثمري، لكم أنا أحبتي. يا فرحتي يا فرحتي. أنت لي دون أحد، نعم أنت ملكي يا شجر. لا تقل هذا الكلام، لا تكن طفلا أنانيا. هل نسيت أنا ملك البشر؟ خروج هذا الطفل من البيت جعله يساعد الشجر، وعرف أن الحياة أخذ وعطاء. أنا الذي أنقذته من الخطر، نعم نعم. إذا بيدك يا ولدي حصل الشجر على السلام الفعلي. ماذا تقصد يا بروة؟ ماذا تقصد؟ بما أن الخطر أفعال فليكن السلام فعلا وليس مجرد كلام. إذن لنغني للسلام الفعلي.
انظروا يا أطفال، في أفريقيا الحبيبة الناس جوعى، كم يحلمون بالمطر، إنهم في خطر، إنهم في خطر. وبعض الدول ترمي الفائض من الأكل في البحر. أهذا فعل يليق بالبشر؟ والقنبلة الذرية التي أسقطتها أمريكا على هيروشيما وناجازاكي في اليابان ماذا فعلت بالبشر؟ إسرائيليون صهاينة اغتصبوا فلسطين وشردوا أطفالنا ودنسوا قدسنا. انظروا ماذا فعلت الحرب الأهلية في لبنان. سامحينا إن جعلناك وقودا وحطب. أفغانستان وأفغان كل الحق وإيمان. أفغانستان وأفغان كل الحق وإيمان. واحتلت روسيا أفغانستان. هكذا يا أطفال السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة. وسقاطة قلب مشتاق إلى رؤاك فتشكو الأكوان. أفغانستان وأفغان أفغانستان وأفغان
الحرب البشعة بين الجارتين المسلمتين العراق وإيران. من يوقف العدوان، 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 من يوقف العدوان. لا أريد مشاهدة الحروب والدمار. كفى كفى أيتها الريح، السلام السلام. أيتها الحروب، السلام السلام. أبي وأمي، السلام السلام. نريد السلام، نريد السلام، نريد السلام. ماذا عن بعض البيوت التي فيها الشجار؟ متى سيعرف الآباء والأمهات معنى السلام؟ متى؟ يا بني، يا بني، كن جريئا، كن قويا، وواجه الأحداث. وكما ترى يا ولدي، فالشجار والدمار أفعال، والكلام المجرد كلام لا يعمل شيئا. كلامك صحيح يا أبا الله، ولكن كيف أما أستطيع؟ الكلام لبيتك يا ولدي فإنه بيد أمك، بيد أبيك. متى زاد بينهما الحب، متى تفاهما على الخير، متى عرف معنى الطفولة، يحل السلام في بيتكم. فإلى اللقاء يا ولدي، إلى اللقاء يا ولدي، إلى اللقاء يا ولدي. أبو الرواح، أبو الرواح، أين أنت؟ أبو الرواح، أبو الرواح، أين أنت؟ أبي، أمي، أين أنتما؟ أين أنتما؟ أين أنتما؟ هل رأيتم طفلنا؟ هل رأيتم طفلي؟ من شافوني؟ هل رأيتم؟ وين؟ أين أنت يا ولدي؟ يا ولد، إنه هناك، الحمد لله، لقد وجدناه، لقد وجدناه. أمي، هل وجدتم الجواب؟ إن الشيء الذي تسأل عنه يا بني مهم جدا، مهم لكل الناس، مهم لكل مكان وزمان، مهم لكل بيت. مهم لكل أب وأم. فما هو؟ إن الذي ضد الحروب والدمار هو الحمام. إن الذي ضد الحروب والدمار والشجار هو السلام. صح، إن الذي ضد الحروب والدمار هو الحمام. إن الذي ضد الحروب والدمار والشجار هو السلام. الحمام. السلام. أبي، أمي، هل تعودان مرة أخرى إلى... لا يا بني، لا. لا يا وليد، لا تحاتم ومتوشم مرة ثانية، لا لا تحاتم. سلام في العالم، لا سلام في البيوت، عفوا في بعض البيوت. رباه، ما الحل؟ ما الحل يا حضرات الكبار؟ ما الحل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذا يا ولدي؟ إنه أبو الرواح. يا هلا، حياك الله. مسكم هواش، إن شاء الله، لا تهاوشون. إن شاء الله، إذا اختلفتوا ضعتوا، إن شاء الله. وإذا تفاهمتوا عدة الله قوتكم تزيد. أنا التاريخ أسجل عليكم وأسجل على غيركم كل شيء. اي بارك الله فيكم. نبي السلام فعل، ما هو مجرد كلام. قولوا معاي، وكلكم يا أطفال قولوا معاي: يا رب. يا رب. بعد حيل: يا رب. يا رب. اجعل لنا وللعالم أجمع السلام 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 السلام.
حياتي مضاءة بالكتب الكثيرة. أعرف الأحداث عنكم، أحفظ الأشياء عنكم، وكلها عبر. ومن صانع هذه العبر يا ترى؟ يا حليلك يا ولدي، من صانعها؟ صانعها الإنسان، سجلها الأجداد والآباء باسمي. سجلها الأجداد والآباء باسمك؟ نعم يا ولدي، سجلها الأجداد والآباء باسمي. وهل تعرف شيئا عن صلاح الدين الأيوبي البطل؟ طبعا، ومن لا يعرف شيئا عن صلاح الدين؟ أحفظ كل شيء عن هذا البطل وعن الأبطال والناس الأول، فلتقرؤوني في الكتب. أنا العبر، أنا أبو العبر. عرفتك. يا حليلك عرفتيني؟ فمن أنا ومن أكون؟ إنك التاريخ. أنا هو صفق لها. بارك الله فيك. أنا التاريخ يا أطفال، واسمي هنا أبو الرواد. أنا المعلم الكبير. أنت الكبير، أشكركم كلكم. يكتبني الإنسان وقوة البيان، لأنني لا أعرف الكتاب. ما شاء الله عليكم، رب يزيدكم ولا يشمت عدو فيكم. بارك الله فيكم. الأحداث يا أبنائي أبطالها الأجداد، الأحداث يا أولادي أبطالها الآباء، الأحداث أبطالها أنتم. بسم الله على قلبي. خرعتموني. طبعا يا أبنائي الأحداث أبطالها أنتم. أجل لنترك الحديث قليلا ونتجه إلى حدث أهم. الآن يا أطفال أعرفكم على بيت جميل، ها هو أمامكم. انظروا تطمشوا، شوفوا، بحلقوا عيونكم. في هذا البيت الذي أمامكم توجد إشرة صغيرة وقصة مفيدة، وتوجد في هذا البيت أشياء كثيرة عديدة. إذا يوجد في هذا البيت كل شيء؟ طبعا يا بنيتي، طبعا توجد في هذا البيت أشياء وأشياء، ولكن ويا حسرتي على ولكن، لا يوجد شيء مهم جدا. لهذه الدرجة هذا الشيء مهم جدا؟ طبعا يا بنيتي، وبدون هذا الشيء المهم جدا لا قيمة للأشياء التي نملكها أو التي نراها، لأن هذا الشيء يا بنيتي مهم لكل بيت، ومهم للأوطان، ومهم للعالم أجمع، ومهم لكل زمان ومكان. فما هو قلت لك أكثر من مرة لازم نهتم بالولد. انت اللي عطلت الولد. أنت ما تشوف لنفسك وبس. انا ما اشوف لنفسي، ولا شو مسؤول عليك فيه؟ الولد يا حنان يبي اهتمام منك، لكن أنت مو متفرغ ودائما تاخذ كلامي وتقطعها. والله العظيم انا مهتم اكثر منك. أوف مني. ما تعرف لو تاخذ الكلام اللي ما له داعي. المهم كل الهواء اللي تهمك. هدي نفسك وخلي الحق عليك مرة واحدة. دائما تلومني ولا تخلصني. هذه اليوم يقرأ هواي. احنا الاثنين لازم نهتم بالولد علشان تصير
ساعة؟ فيديو؟ ايش رايك في التلفزيون؟ قلت لك الفيديو. في مسلسل جديد. الفيديو. ابى اتابع المسلسل ابي اليومي. اشوف الفيديو. التلفزيون. زين جميل. زين عقدت الولد زين. أنت السبب في تعاسة هذا الولد. اخطاؤك هي السبب. أنا السبب؟ شجارنا التافه يا سيدتي. تريد أن تقول ليس له هدف. وما الهدف؟ إحنا مختلفان. لنختلف لنتفق. المهم أن تحترم الرأي، أليس كذلك؟ وانت عليك احترام الرأي ايضا. عجيب، واحدة بواحدة ها؟ اجل مثلما الاختلاف بيننا اذا يجب ان يكون الاتفاق كذلك بيننا. إذن عليك أن تحترم اختلافي معه. انا مختلف معك وكيف احترم ذلك؟ هذا هو السبب، هذه هي المشكلة. كما قلت لك قصة الفيلم التي شاهدناها عادية ولا تنطبق علينا. هل ستعود مرة أخرى إلى قصة الفيلم؟ انها لا تنطبق علينا وعادية ايضا. بل غير عادية وتنطبق عليك. نعم. عفوا تنطبق علينا. لا 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 قولي انها تنطبق علي فقط. قلت عفوا تنطبق علينا. لا أستطيع أن أتحملك. وانا كذلك يا سيدتي. تبا لك. اكرمي. لماذا تحول هذا البيت الى اصوات حروب ودمار؟ لماذا؟ ماذا بك؟ لم لا ترد؟ ما بك اجل. ماذا تريد؟ تريد حلاوه لا أريد ألعابا. ماذا تريد؟ أريد الجواب. الجواب؟ في أي سؤال يا بني؟ في أي سؤال؟ شيء مهم. إنه ضد الشجار، ضد الحروب والدمار، فما هو؟ وهل هذا هو السؤال؟ نعم نعم هذا هو السؤال. هل لديك أنت الجواب؟ ولم لا تجيبين أنت على هذا السؤال؟ تبا لك من امرأة. هذا الكلام هذا الكلام جدك. قلت لك هذا الولد. في العالم حروب ودمار، وفي هذا البيت التعيس كذلك شجار ودمار. عندي سؤال، أين الجواب؟ أين أجد الجواب؟ أين؟ عندي الجواب. من أنت؟ من أنت؟ أنا المعلم الكبير. الكتاب يتكلم؟ لا يا ولدي، الكتاب لا يتكلم بل التاريخ يتكلم. التاريخ يتكلم؟ هذا هو التاريخ؟ نعم يا ولدي، أنا التاريخ واسمي أبو الرواد. أنت المعلم الكبير. نعم يا بني، أنا المعلم الكبير. إذا علمني، عندي سؤال. وما هو سؤالك يا ولدي؟ شيء مهم، إنه ضد الشجار، ضد الحروب والدمار، فما هو؟ أتريد الجواب لهذا السؤال؟ أريد أن أنهي الحروب والدمار. كلام، مجرد كلام، لا فائدة من الكلام. هذا تقصد يا بروة؟ قصدي يا ولدي ستعرفه فيما بعد. أما الآن هيا وانطلق إلى بساتين الحياة، ستعرف هناك كل شيء. ولكن ماذا يا ولدي؟ كيف أترك أبي وأمي يتشاجران؟ حاول بارك الله فيك، حاول أن توقف الشجار. حاولت مرارا، لا فائدة. لا فائدة من ماذا؟ مع من تتكلم؟ أتكلم مع التاريخ يا أمي. ماذا؟ أتكلم مع التاريخ. التاريخ؟ تقصد كنت تمثل مشهدا من كتاب التاريخ؟ لا، التاريخ كان هنا. التاريخ كان هنا؟
وهل هذا هو السؤال؟ وهل لديك أنت الجواب؟ أترك الإجابة لك يا سيدتي يا عبقرية. تبا لك يا هكذا دائما تصرخ وتركض. انت تكلمني. كما ترى يا ولدي لا فائدة من الكلام. ارفع رأسك عاليا وكن قويا شجاعا وواجه الأحداث. وماذا أفعل؟ ماذا تريدني أن أفعل يا برواه؟ ماذا أفعل؟ هيا هيا يا ولدي، هيا بنا، هيا وانطلق إلى بساتين الحياة، إلى بساتين العمل. سترى هناك كل شيء. أنت المحق، أنت المحق يا برواه. بيتك هذا لا يطاق. أبي وأمي هل تسمعان؟ هل تسمحان؟ سأغيب قليلا عنكما لأجد الجواب. فإلى هناك يا برواه. بارك الله فيك، لابد من الاستئذان. بارك الله فيك. ما دمت معي يسمحان يسمحان. هيا ورائي، انطلق.
واشرب من يدي واعطني أحلى ثمر. هاك ألواني الجميلة وتمتع بالنظر، هاك عطري وانتظر أحلى ثمر. أنت شيء رائع، عطرت قلبي يا شجر.